محمد الشيبي وحسين الشحات. بص، انا عندي رأي في القصة دي وهلخصه لك في ايه دقيقة بالظبط. دلوقتي انا اتضربت بالقلم على وشي، حلو الكلام حلو الكلام. اللي ضربني جري ورايا بعد المباراة او بعد ما حصلت الخناقة دي وقال لي حقك عليا وما تزعلش، والصور جابتنا ان احنا بنحضن بعض والدنيا عدت والدنيا خلصت والدنيا خلاص ومفيش اي حاجة والدنيا بقت 100 فل و15. انا مش بقول كده ان حسين الشحات مش غلطان، لا، حسين الشحات غلطان وثقافة الاعتذار موجودة عنده، لانه راح يعتذر بعدها على طول، ما استناش ان هو يعدي وقت طويل. حلو حلو. الراجل اعتذر اكتر من مرة، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وكانت بتقابل بالرفض من قبل مسؤولي نادي بيراميدز اللي قدروا ان هم يولعوا الدنيا ويشطشطوا المسائل ويسخنوا حسين الشحات علشان خاطر الدنيا تولع والمشكلة مع الاهلي تكبر. ومين اللي هيتضر؟ مين اللي هياخد الضرر الاكبر بس في القصه دي كلها؟ هو اللاعب، هو محمد الشيبي. عشان نلاقي هوب محاكم، هوب قواضي، هوب محاكم بره الرياضه في حاجه حصلت في الرياضه، هوب مش عارف ايه، هوب الشحات بتوقف مش عارف ماتشين ولا 4 ماتشات وخلاص والدنيا عدت والدنيا 100 فل وخلاص. نيجي للمباراه الاخيره، تدخل بالستارز، رافع رجله كده وداخل في الركبه كده، داخل في الركبه بعيد عن الكوره. الحكم بيرجع لها، فليكس فاير الالماني بيديله كارت احمر عشان بعد كده الراجل يروح يبقى عايز يضرب حسين الشحات. ومن هنا بتبدا الازمه وبتبدا الكارثه. تصرف حسين الشحات تصرف غير ادمي، غير اخلاقي، ان هو يضرب حد بالقلم على وشه. نفس الكلام الرد بتاع محمد الشيبي، رد غير ادمي وغير اخلاقي. ده غلطان وده غلطان، بس ده اعتذر وده بيكابر في غلطه وبيكابر في عدم استقبال الاعتذار. فانتوا قولوا لي كده رايكم تحت في الكومنتات. انتوا شايفين رايي انا صح ولا رايي انا غلط؟